تدخلي الريتينول في الروتين بتاعك وقلقانه، وبصراحه انا مش هلومك. تركيزات كتير، براندات اكتر، ومعلومات كتير جدا على السوشيال ميديا بتتكلم على الريتينول. في الحلقه دي انا عامله لك الملخص اللي انت مش هتحتاجي غيره. هتكلم على كل التركيزات، هتكلم على كل انواع البراندات المصريه وكمان الكوريه، ازاي تدخلي اكتر ماده فعاله مثبته علميا انها بتحفز انتاج الكولاجين في بشرتك بمنتهى الامان. الدليل الكامل ده مش هتحتاجي تعملي اي حاجه تاني، لان انا هتدرج لك كمان في البراندز من حيث التركيزات، وهقول لك الاسامي وتستخدمي كل واحد منهم امتى. واللي عارفني عارف ان انا دايما في اخر كل حلقه بديكم ملخص عن الحلقه، عشان هو ده اللي هيفيدكم بعد الشرح بتاع كل البراندز. فانا بقول لك كملي معايا الحلقه للاخر، هتستفيدي جدا. فاللي لسه مش عارفني عشان ما اطولش عليكم، انا دكتور ناديه، اعملي لي سبسكرايب ويلا نبدا. وفي حاجه انا محتاجاكي تكوني عارفاها عشان تعرفي تختاري صح. مشتقات فيتامين A او الريتينويدز مش بس ريتينول، ولكن ريتينول يعتبر المايل تو مودريت اكشن، يعني التأثير بتاعه مش اعلى حاجة ولا اقل حاجة، هو اللي في النص. وده هفهمهولك بالتفصيل لما اجي اشرحلك ازاي الريتينويدز بتتقسم. وعشان الريتينول كده مع التركيزات العالية ما بيكونش ثابت، فبالتالي الشركات يا اما بتعمل منه فورما انكابسوليتد او لايبوزومال، يعني بطريقه او بتكنولوجيا معينه تحافظ بيها على ثباته، او بتعمل منه مشتقات زي ما هنشرح دلوقتي. وعشان بشرتك تستفاد من كل الفوائد اللي احنا عارفينها بتاعه الريتينول ومشتقاته، احنا لازم نوصل للفورمه النشطه اللي هي الريتينويك اسيد. زي ما انتم شايفين الصوره اللي انا حطها لكم على الشاشه دي بتوضح لنا التدرج في الفاعليه من حيث عيله الريتينويدز. اول حاجه فوق بتكون الريتينويل استرز، ودي عندنا في السكين كير يا اما ريتينويل بالميتيت يا اما ريتينويل اسيتيت، ودي الاضعف على الاطلاق، هتكلم عنها والامثله بتاعتها دلوقتي. تحتها على طول بيجي الريتينول، بس الريتينول عشان يشتغل محتاج يتحول مرة للريتينال، والريتينال كده يعتبر اقوى من الريتينول او الريتينال دهايت عامه، وبعدين ريتينويك اسيد، ودي الماده الفعاله النشطه اللي احنا محتاجينها على بشرتنا. ودي على فكره هي الاكريتين زي ما هقول لكم في اخر الحلقه، فده معناه ان الاكريتين اقوى من الريتينول، ودي حاجه مهمه جدا انا عايزاكي تكوني عارفه. كل لما بنقرب من التحويل للريتينويك اسيد الفعاليه بتزيد، يعني الاكريتين فعاليته اقوى من الريتينول، ولكن الاعراض الجانبيه برضو بتزيد، ودي حاجه بالنسبه لنا مقلقه. عشان كده الريتينويل بالميتيت هو يعتبر الاقل فعاليه وبرضو الاقل في الاعراض الجانبيه. اول واحد هتكلم عنه هو الريتينويل استرز. زي ما قلنا في السكين كير بيبقى يا ريتينويل بالميتيت يا ريتينويل اسيتيت، ودول يعتبروا الاضعف على الاطلاق في عيله الريتينويدز. ليه؟ لان زي ما وريتكم هم ليهم كذا تحويله، بيتحولوا 3 مرات لحد لما يوصلوا للريتينويك اسيد اللي هي الاكتف فورم اللي احنا محتاجينها على بشرتنا. وفي كوريا عشان يعملوا سيرم جواه ريتينويل استرز او ريتينويل بالميتيت ويعتمدوه كانتي ايجينج سيرم او مضاد لعلامات تقدم العمر، لازم تركيزه يكون 4 اضعاف الريتينول. يعني لو الريتينول 2500 انترناشونال يونت، لازم الريتينويل بالميتيت يكون 10000 انترناشونال يونت عشان يقولوا ان فعاليتهم متساويه. ايوه، يعني دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان احنا نستخدم الريتينويل بالميتيت في السكين كير روتين بتاعنا؟ لان انا هفاجئكم بالانواع اللي جواها الريتينويل بالميتيت. هي مش حاجه وحشه لو انت بشرتك حساسه او قلقانه من استخدام مشتقات فيتامين أ، او حتى جربتي مره واكتشفتي ان وشك ما استحملوش، عمل لك بريك اوتس، عمل لك بيرجن جامد وما قدرتيش تعالجيه. لو انت قلقانه الفورمه بتاعه الريتينويل بالميتيت هتكون الانسب ليكي، ولكن مهم ان انا اقول لك ان انت عشان تشوفي الفعاليه بتاعتها محتاجه على الاقل 6 شهور استمراريه في الاستخدام. بره مصر ما بيعتمدوش الريتينويل استرز لوحدها، يعني ما ينفعش تلاقي سيرم جواه مثلا ريتينويل بالميتيت بس، عكس مصر الصراحه. يعني مثلا سيرم ايفا بتاع الريتينول انا عملت عنه قبل كده ريفيو وقلت لكم ان جواه ريتينويل بالميتيت بس، وقلت لكم كمان ان فعاليته معايا كانت ضعيفه جدا، تكاد تكون مش موجوده وانا ما رشحتوش. وفي طبعا مثال تاني برضو جواه ريتينويل بالميتيت جوه مصر في صوره كريم، وهو جلامي لاب. جلامي لاب انتي رينكل جل،
هو جل مش كريم، انا اسفه. طيب ده جواه ريتينويل بالميتيت وبتركيز مش مذكر او يعني مش قايلينه بالظبط في التركيبه، بس اللي خدمه او خدم التركيبه ان موجود معاه بيبتايدز زي الارجينين، فبالتالي مظهر الجلد بيتحسن بشكل كبير والناس بتعتبره ريتينول، ولكن فعليا هو ريتينويل استرز. بقى بره مصر لو جينا بصينا على براند مثلا زي ذا انكي ليست 1% ريتينول سيرم، هنلاقي جواه ريتينويل اسيتيت تركيز 1%، ولكن حاطين معاه نص في المية جرانكتيف ريتينويدز، ودي تعتبر في فعاليتها زي الريتينال او الريتينال دهايد، يعني هيتحول بسرعه للماده الفعاله النشطه. وطبعا دي بتكون حاجه كويسه جدا ان انت تستخدمي الكومبو ده مع بعض. كمان هو فيه سكوالين او سكوالان، ودي بتكون حاجه كويسه لاصحاب البشره الجافه الحساسه، ما بيعملش فيها جفاف او بيقلل من الاعراض الجانبيه. وبرده عشان انتوا دايما بتسالوني على براند ريفوكس، موجود في ريتينويل بالميتيت ان سكوالان، ودي برضو زي ما قلنا حاجه مفيده لاصحاب البشره الجافه. وبعد لما خلصنا كلام على الريتينويل استرز اللي هي الخطوه الاولى، ندخل بقى على موضوع الحلقه وهو الريتينول. لما بتيجي كلمه الريتينول الحيره بتبدا، نبدا بتركيزات شكلها ايه وبراندات شكلها ايه. مهم جدا ان انت لو تميتي 24 سنه تستخدمي الريتينول في الروتين بتاعك، ولكن ما بنستخدموش كده عشوائي، لا الموضوع ليه قواعد ومعايير عايزاكي تعرفي. فوائد الريتينول للبشره كتير جدا، اولها ان هو بيزود السيل تيرن اوفر او معدل دوران الخليه، فبالتالي بشرتك دايما بتفضل في حاله تجدد وشباب. تاني حاجه طبعا ان هو الماده الوحيده او الماده الاكثر اثبات علميا ان هي محفزه لانتاج الكولاجين، فبشرتك تفضل بلامبي وجميله وسنك صغير. الريتينول ليه فوائد عظيمه في علاج البوست انفلاماتوري هايبر بيجمنتيشن او التصبغات الناتجه عن التهاب حاصل في البشره، فبيوحد اللون وبيساعد ان بشرتك ما تبقاش باهته. تعالوا نبدا كلام عن اول براندات موجوده في السوق المصري بتركيزات ضعيفه تقدري تستخدميها. بس هقول لك الاول معلومه مهمه، في تركيزات علاجيه وتركيزات وقائيه. التركيزات الوقائيه بتكون اقل من نص في المية، ففي السوق المصري عندنا 0.3% وعندنا 0.5%، يعني 3 من 10 والنص في المية. دول اللي نقدر نستخدمهم لو انت سنك صغير ومش محتاجه لسه ريتينول بشكل عالي، او لسه هتدخلي ريتينول لاول مره في الروتين بتاعك. اما بقى التركيزات اللي هي 1 و2 ونص واعلى من نص في المية عامه، دي بتكون التركيزات العلاجيه اللي طبعا بنصح بيها في الثلاثينات والاربعينات وطالع. يعني لو حضرتك عايزه تبداي ريتينول هنبدا بتركيز ال 0.3، وده موجود في انفينيتي ريتينول سيرم، والتركيبه اللي فيه حلوه بصراحه، معاه نايسيناميد ومعاه هيلورونيك اسيد، وده بيضمن ان الاعراض الجانبيه تكون اقل حتى لو انت بشرتك حساسه. ناس كتير استخدمته، الريفيوهات بتاعته حلوه جدا، والاحلى من ده كله ان سعره كويس، هو سعره حوالي 300 جنيه بتاريخ تصوير الحلقه دلوقتي، فدي تعتبر طبعا حاجه كويسه او في الفئه الاقتصاديه اللي تقدري تضيفيها للروتين بتاعك من غير ما تحسي ان انت دفعتي كتير. وفي نفس التركيز في براند بايو بالانس. بايو بالانس برضو تركيز الريتينول فيه 0.3% ومعاه فيتامين اي، ودي حاجه كويسه لانها بتغذي البشره، ولكن سعره اعلى كتير، بيوصل حوالي 460 جنيه. وفي براندز ثانيه بس مش عليها ريفيوز كتير زي بايو كوزماتكس، برضو في ريتينول 0.3%. فانا لو انت هتساليني نبدا بايه لو اول مره نستخدم ريتينول، انا هرشح لك انفينيتي وبقوه، لان هو يعتبر اكتر حاجه فيها كريديبيليتي في السوق المصري او اكتر حاجه موثوق منها. والتركيز بقى اللي بعد كده هو النص في المية، وده هنلاقيه في براند زي نورش بريتش، جواه ريتينول 0.5% ان سكوالان، وده برده زي ما قلنا هيكون مفيد لاصحاب البشره الجافه، وسعره فعلا حلو جدا 200 جنيه، فده برده من الحاجات اللي انا ممكن ارشحها لك لو عايزه تبداي بتركيز نص. البراند الاشهر على الاطلاق في قصه الريتينول والريتينويدز هو ذا اوردينري، فانا عامله حلقه كامله عن شرح الست انواع جرانكتيف ريتينويدز وريتينول، وكله هتلاقوها عندي، هحطها لكم طبعا دلوقتي هتظهر على الشاشه، وهتلاقوها عندي موجوده على الشانل، فمش هتكلم عنها دلوقتي، ولكن هتكلم على البراند الكوري كوزريكس. كوزريكس عاملين 3 تركيزات. اول واحد 0.1 ريتينول كريم، وحاطين في كل التركيبه بتاعت كل الريتينول اللي هنتكلم عليهم فيتامين اي وبانثينول عشان يرطب بشرتك ويقلل من الاعراض الجانبيه. عاملين 0.1 كريم وعاملين 0.3 كريم، وهم دول اللي بنستخدمهم او التركيزات بتاعه المبتدئين. وبعدين عاملين ريتينول نص في المية ان اويل، وده برده هيكون مناسب لو انت بشرتك جافه وبتحبي ملمس الزيت على بشرتك، وطبعا فعال جدا.
في خلال 4 أسابيع التجاعيد بتقل بشكل كبير، شكل المسام بيتحسن، وشك بيتشد، وفعلا عاملين يعني دراسات هايله عليه. فلو انتوا عايزين نتكلم بالتفصيل عن براند كوزركس وكل السيرمز اللي فيه مش بس الريتينول، اكتبوا لي تحت في الكومنت. وهنبدا كلام عن اول تركيز علاجي وهو ال1%. هقول لكم الامثله بتاعته المصري والكوري، بس الاول ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لحد دلوقتي. لو انت مكمله معايا اكيد هكون مبسوطه جدا، وعايزاكم تكتبوا لي ان الحلقه فعلا فادتكم ولا لا، ولو عندكم اي اسئله. وما تنسوش طبعا تعملوا لي متابعه على الانستجرام في الاكونت اللي انا حاطه لكم تحت على الشاشه. انا بعمل اسك كل يوم حد، تقدروا تكتبوا لي كل اسئلتكم وبرد عليها. السيرامات المصري هقولها لك وفقا للافضليه بتاعتي انا، او النتائج اللي انا شفتها على العملاء او على الناس، لان انا في انواع كتير ما جربتهاش، ولكن دي النتائج اللي اتقالت لي ومثبته علميا وفقا للتركيز والتركيبه. اول حاجه هو ناتافيس 1% ريتينول، معمول بتقنيه المايكروسفيرز، ودي حاجه بتساعد الريتينول على انه يكون ثابت اكتر، فبالتالي فعاليته بتكون احسن، ومعاه هايلورونيك اسيد. تاني واحد هو بايونكس مجموعه ذا نورديا، ريتينول 1% سيرم، وده من الحاجات اللي نازله جديد في السوق المصري. هو مستورد مش محلي، ولكن الناس بتقول تاثيراته كويسه جدا، وطبعا هو بما انه بيور ريتينول اكيد فعاليته هتكون كويسه. وثالث واحد اللي دايما بتسالوني عليه هو سي ليت، تركيز الريتينول فيه 1%، ومعاه نياسيناميد، وبرده الريفيوز بتاعته لطيفه، ولكن طبعا مش بقوه اول 2 انا قلته. في المستورد لو عايزين نتكلم ممكن الريتينول اللي جواه تركيز 1%، الكوري إلزا فيكا انتي رينكل كريم، ده برضو من الحاجات اللي فعاليتها حلوه جدا اللي موجوده في السوق عامه المستورد. طيب في بقى سيرم ممكن كمان نريفير ليه وهو ايزنتري، وده برضو براند كوري عاملين ريتينول 1%. بس انا لما دخلت شويه في التركيبه، انتوا عارفيني بحب كده اشوف كل حاجه، لقيت ان تركيز الريتينول 0.1 بس حاطين معاه بوكوتشيول، وده عباره عن ريتينول بس بلانت بيزد، يعني جاي من اصل نباتي، والتركيبه مع بعض حاطين فيها بيبتايدز وسيراميدز، فده بيساعد ان فعلا يكون ده سيرم ريتينول قوي تقدري تستخدميه كعلاجي وليس وقائي. اما بقى التركيز اللي اعلى من 1% في السوق المصري هو 2.5%، وده هنلاقيه في اشهر 2 سيرمز موجودين حاليا. اول واحد نانو تريت، ومعاه هيلورونيك اسيد وفيتامين اي. تاني واحد هو 9 تايمز، برضو معاه هيلورونيك اسيد. بس انا ما بنصحش ان التركيز العالي ده حد يستخدمه لو بشرته متعوده على اصلا الريتينول على الاقل 1%. طب انت كنت تعرفي ان الريتينال تاثيره 11 مره اكتر من الريتينول؟ ليه؟ لان هو زي ما قلنا بيتحول على طول للريتينويك اسيد، وده الفورمه اللي بتشتغل دايركت على البشره، ولكن ده بيزود الاريتيشن او التحسس اللي ممكن يحصل من الماده. فبالتالي في التركيبات دايما هتلاقيهم حاطين بانثينول، هتلاقيهم حاطين سنتيلا او سيكا، عشان يقلل موضوع الضرر اللي ممكن يحصل لحاجز البشره، او لو بشرتك حساسه يعمل فيها بيرجنج زياده عن اللزوم. بصراحه في مصر انا ما لقيتش حاجه فيها ريتينال، فلو انتوا عارفين اكتبوا لي تحت في الكومنتس، ولكن البراندات الكوريه كتير هقول لكم عليها دلوقتي. ديرما فاكتوري ريتينال كريم، ده جواه 1000 بي بي ام ريتينال، بس طبعا عشان التهيج حاطين معاه 61% سنتيلا و2% بانثينول. وطبعا بيوتي اوف جوسن خصوصا كريم العين حاطين فيه ريتينال وجنسنج عشان يهدي الاعراض الجانبيه شويه، وكمان النياسيناميد. والوحش بتاعنا بقى طبعا هو سان باي مي ريتينول سيرم، جواه الكومبو كله. عشان كده بقول لكم السيرم ده ما جاش ولا هيجي زيه الصراحه، حلو قوي، وانا عامله عنه حلقه مخصوصه هحط لكم برده اللينك بتاعها دلوقتي على الشاشه. ريتينول 0.1، وجواه ريتينال 0.1 برضو، وجواه بوكوتشيول او اللي احنا قلنا ان هو بلانت بيزد ريتينول بتركيز 5 بي بي ام. فده معناه ان السيرم ده التركيبه اللي فيه مش مخليه حاجه، وعشان كده بقول لكم فعلا مفيش فعاليه. طب كده ايه هو الريتينويك اسيد؟ ايه هو التريتينوين او الاكريتين؟ وايه الادابالين او الديفيرين بره مصر؟ خليني اقول لكم ان هي دي الاكتف فورم الريتينويك اسيد على طول، عشان كده هي حاجه بتدي فعاليه عاليه جدا، ولكن برضو بتعمل اريتيشن عالي جدا. بره مصر لازم يبقى فيه بريسكريبشن او وصفه طبيه عشان تعرفي اصلا تصرفي الاكريتين. بس طبعا هنا في مصر يعني صباح الفل كلنا بنعرف نجيبه من اي حته من الصيدليات عادي. لو انت بشرتك معرضه للحبوب وعايزه تبداي تستخدمي الريتينويك اسيد، انا انصحك تبداي بالتدريج، بمعنى بنبدا اول حاجه بالادابالين او الدافيرين،
وبنستخدمه حبه قد حبه البسله بالظبط، يعني الكميه بتاعته قد حبه البسله بالظبط، وبنوزعها على وشنا. وبنبدأ بالتدريج، يعني على الأقل مرتين أسبوعيا، ده أول أسبوع، وبتفضلي ماشية كده. وبعده طبعا بترطبي كويس جدا، بتعملي اختبار حساسية ورا ودنك لمدة 3 أيام عشان تتأكدي إن مفيش منه أي ضرر على بشرتك. خدي كل الاحتياطات اللي انت عايزاها، بس ابدأي أول حاجة بالديفرين أو الأدابالين. الخطوة اللي بعدها ان انت تستخدمي الاكريتين، وطبعا برضو هتتدرجي في التركيز، الربع والنص. وهحط لكم دلوقتي على الشاشه الجدول اللي ازاي تستخدميه بيها، وبرده هحط لكم الحلقه بتاعه طريقه استخدام الاكريتين بالشكل المظبوط. بصراحه الاكريتين بيكون فعال جدا لو بشرتك فيها حبوب وكمان بتعاني من التصبغات، وبتشوفي منه نتائج حلوه قوي لو انت مستخدماه صح وواخده كل الاحتياطات اللي احنا لسه قايلينها. اما بقى ثالث مستوى بعد الادابالين والاكريتين هو التازاروتين، وده موجود تحت مسمى زاروتكس كريم هنا في مصر، ولكن ده لازم يكون بوصف طبيب فعلا، لان هو قوي جدا جدا في فعاليته. فده ما تستخدميهوش من نفسك، لا، لازم بنرجع لدكتور جلديه الاول وهو اللي بيوصفهولك يعني، ويقول لك كمان تستخدميه ازاي وفقا لحالتك بالظبط. ولو حابه تعرفي اكتر عن عيله الريتينويك اسيد، انا في حلقتين هحطهم لك في اخر الفيديو، انا شارحه الموضوع بالتفصيل جدا، فبالتالي الحلقات دي هتبقى بجد ان شاء الله مفيده ليكوا قوي. ويلا بينا بقى نلخص كل اللي قلناه في الحلقه. الريتينويل استرز هي اضعف حاجه ممكن تستخدميها لو بشرتك حساسه. عايزه تبداي ريتينول، ابداي بالتركيزات 0.1 0.3 0.5 وبعدين 1% و2%، وخدي كل الوقت اللي انت عايزاه لحد لما بشرتك تتعود عليه. واخيرا لو انت عايزه تبداي استخدام الريتينويك اسيد على طول، ابداي بالادابالين وبعدين الاكريتين، والتازاروتين زي ما قلنا لازم وصف طبيب. وعشان الريتينول موضوع شائك وكبير، تابعيني على الانستجرام، بنزل سلسلة كاملة عن كل حاجة محتاجة تعرفيها بالتفصيل عن البراندز والمواد الفعالة. وطبعا ما تنسنيش في اللايك والسبسكرايب والشير، وتكتبوا لي تحت في الكومنتس تجربتكم ايه مع الريتينويدز عامة. وهسيب لكم دلوقتي بلاي ليست كاملة فيها كل حاجة انت محتاجة تعرفيها عن الريتينول باستخداماته الصح، بالبريكوشنز او الحاجات اللي المفروض تاخدي بالك منها وانت بتستخدميه. وهستنى منكم تعليقاتكم واشوفكم في الحلقة الجاية.